طلبة الامتياز او اللي لسه بيكونوا داخلين على مرحلة الامتياز دول اكتر فئة بحب اتكلم معاهم عن الكارير والشغل وازاي يطور من نفسه، لان اتكلمنا حواليه دلوقتي اغلب الطلبة اللي لسه في سنين الدراسة اولى تانية ما بيكونش مدرك قوي اهمية الكلام ده او لسه ما لمسوش على ارض الواقع. لان لو جيت اتكلمت مع حد في المواضيع دي او اغلبهم يعني هيكون مش مهتم او شايف ان ده مش وقته او اهتماماته حاجه تانية. يا عم انا عايز اعدي السنه وخلاص، ودي مش حاجه وحشه قوي لان هو فعلا ده المهم بالنسبه له حاليا، او هو شايف ان هو دلوقتي في مرحله الامان، ان انا دلوقتي مثلا في اولى او في تانية او في ثالثه، انا المفروض عليا او الحاجه الصعبه بالنسبه لي انا اعدي السنه، عديتها بجيد بمقبول بامتياز، المهم ان هو عداها. انما طالب الامتياز او اللي بيخلص رابعه وبيروح للامتياز هو اتعود ان النكست ستيب معروفه. انا بديك كتاب وبقول لك ذاكر الكتاب ده، ذاكرته كويس او لا او ما ذاكرتوش خالص او ذاكرته نص نص، كده كده انت عارف ان انت هتعدي، كده كده عارف ان النكست ستيب موجوده. انما اللي بيخلص رابعه بيخش على الامتياز، الصعوبه هنا ان محدش بيقول لك خد ده المنهج وذاكره، لا، انت اللي مع نفسك كده بتنزل البحر او سوق العمل بتاعنا، والمفروض ان مفيش منهج بتذاكره، انت اللي بتحدد هتعمل ايه. وهنا طالب الامتياز بيحس الى حد ما مش بالخوف قد ما بيحس ان ايه ده، الموضوع بقى جد، انا لازم اخد خطوه جد بقى. فعشان كده الواحد بيحب يتكلم معاهم لان هو فعلا حاسس ان هو لازم يسمع الكلام ده ويهتم بيه. الطالب اللي لسه في الكليه حلو قوي ان هو يسمع الكلام ده من دلوقتي ويطبقه من وهو طالب لانها هتفرق معاه كتير. طيب ليه انا بعتبرها ان هي اهم سنه في حياتك؟ عارف انت طول عمرك بتذاكر المذاكره اللي هي المنهج بتاعك بتذاكره وتمتحن فيه وخلاص. سنه الامتياز انت هتحس ان انت مخلص سنه رابعه او سنين الكليه كلها، وحتى لو معهد هتحس ان انت خلصت سنين المدرسه والمعهد والكليه، وعلى الامتياز هتحس ان انت ما بتعرفش اي حاجه خالص، هتحس ان انت زيرو معلومات، ويمكن اللي ما ينزلش فيك ويشتغل هيبقى حاسس ان هو زيرو براكتس. فازاي انا بتخرج وما عنديش ولا معلومه؟ عايز اطمنك ان ده طبيعي، وده اللي حصل معايا ومع ناس كتير قوي. وفعلا انا التعليم بتاعي الصح او المعلومات اللي ثبتت معايا مش براكتس، المعلومات اللي ثبتت معايا بدات من اول الامتياز. فانا عايز اقول لك ان احنا انت خلصت سنين الدراسه، ولكن انت هتبدا دلوقتي سنه اولى شغل بجد، سنه اولى مذاكره بجد، سنه اولى حياه عمليه. مش بصعبها عليك خالص، كل مرحله ليها مميزاتها وعيوبها. مميزات الامتياز ان انت هتبقى ملك الوقت بتاع نفسك، ودي حاجه خلي بالك حلوه ووحشه لو انت لسه متعود ان حد يجي يقول لك ايه قوم ذاكر عشان في امتحان بكره. لو انت متعود على دي مش هتنجح في الحياه العمليه. الحياه العمليه اللي بيقومك او الدافع بتاعك مش انك وراك امتحان، انت اللي بتقوم نفسك، انت اللي بتقول انا لازم اتعلم الحاجه دي، انا لازم الزم نفسي بمذاكره ده، انا لازم الزم نفسي ان انا اخد الكورس ده. محدش بيقول لك في درجات لو ما عملتش ده مش هتاخدها، دي نقطه زي ما هي ميزه خلي بالك زي ما هي عيب. فانا شايف ان انت لما تذاكر اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه دي ميزه كبيره جدا، والاهم انك تذاكر اللي انت عايزه. سنه هتفرق جدا في سنين عمرك اللي جايه في الكارير بتاعك، سواء اشتغلت سواء سافرت سواء عملت اي حاجه، هي حرفيا اول واهم سنه. قبل ما اقول لك تعمل فيها ايه بالظبط عايز افهمك حاجتين عشان تستغل الامتياز صح. لو انت ما عندكش اي براكتس خالص فانت كده كده هتنزل الامتياز بتاعك وتشوف بيتعاملوا ازاي وتكتسب براكتس، ولكن انا مش عايزك تلقط بس ان البراكتس هي المهم. اتكلمت كتير قوي 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 على ان المعلومه هي القوه اللي لازم وانت في الامتياز تشتغل عليها، وانت من بدري اصلا تشتغل عليها. وفي فيديو ان شاء الله هنزله لك كمان اسبوع كده انك ازاي تطور من معلوماتك وانت شغال، سواء كنت طالب او شغال بقالك كتير. المهم بس عايزك تبقى في دماغك كده ان انت تطور من نفسك من معلوماتك، اهم شيء. كده كده البراكتس مع الامتياز هتيجي، ومش عيب خالص ان ما يكونش عندك براكتس ولا معلومات. انا بتكلم دلوقتي ايه اللي تركز عليه، ايه الجناحين اللي انت لازم يبقوا في ايدك في اول الامتياز او تشتغل عليهم فتره الامتياز: البراكتس والنولج، المعلومه والمهاره. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان انت هتلاحظ وانت تحت ان ناس كتير قوي عندهم نقص في موضوع المعلومه ده، اتعود على الخبره، اتعود على المهاره من غير ما يطور من معلوماته. فانا مش عايزك تلقط دي وانت شغال، عايزك تبقى مهاره في ايدك وبتتمرن او بتتدرب نفسك
على انك اكتساب المعلومه. طب تقضي الامتياز في حكومي ولا خاص؟ الاحسن من وجهه نظري انا انك تقضيه في مستشفى برايفت واخده GCI. دي هتفرق 180 درجه في حياتك. اول سنه في حياتك، اول سنه اصلا اللي انت ملزم بيها، تخيل بتقضيها في مكان كويس. تفرق في الCV بتاعك، بتفرق في خبرتك ان انت اول سنه اشتغلت في مستشفى مشغله بسيستم معين مع ستاف معين. كل ده انت بتتاثر بيه، وحتى لو انت شخص ما بتحبش المعلومه او تدور، الناس اللي حواليك هتتاثر بيهم، وهتبدا انت كمان تدور زيهم على المعلومه. فهي بتفرق ماديا، مش بس ماديا، مهنيا قدام، وكمان في تطويرك انت لنفسك، عكس ما تقضيه في المستشفى الحكومي. في ناس ظروفها تسمح بده وفي ناس ظروفها ما تسمحش. انا قصدي لو انت قدامك الاثنين، فمن وجهة نظري انا الاختيار الانسب يكون في المستشفى برايفت، حتى لو هتتعب شوية، وحتى لو سالري اقل شوية مع المصاريف والكلام ده، لقيت الموضوع قل انت وزنها. بس انا من وجهة نظري انك تقضيه في مستشفى برايفت هيبقى احسن بكتير قوي. ولو حد فيكم حابب ان هو يقدم في مستشفى برايفت، فلازم يشتغل دلوقتي على البيزك بتاعت المعلومات، القسم اللي هو هيروح يشتغل فيه برايفت. يعني هناك هما يعني انت قسم واحد بس بتقضي فيه السنه كلها. ففي الانترفيو هو بيسالك على البيزك نولج بتاعت القسم ده. يعني لو هتشتغل كريتيكال او عنايه او ايا كان، فهو بيسالك مثلا على الميكانيكال فنتيليشن موس بتاعته، الECG، حاجات البيزكس بتاعته، البروسيجرز، البيز سكشن، انتراكيال تيوب، الحاجات اللي هي البيزك في ده. زائد ممكن يعني يهتموا شويه بموضوع الانجليش شويه. فلازم في الفتره دي لو انت حابب تقدم على قسم كان، ايا كان هو القسم هو ايه يعني، فانت بتذاكر البيزك بتاعته. وبالمناسبه دي في ان شاء الله كورس هعلن عنه كمان كام يوم، عن الECG والميكانيكال فنتيليشن والدراجز والكارير باسوي، ايه الحاجات اللي انت مستنيها بعد الامتياز اصلا. فان شاء الله يومين هنزل لك التفاصيل كلها. اما بقى لو ظروفك مش مستحمله ان انت تسافر، او ما جاتلكش اصلا فرصه ان انت تروح في مستشفى برايفت، فانت هتقضيه عادي خالص في الحكومي. والحكومي بيبقى ليها ميزه برضو ان انت بتلف على كل الاقسام، فبالتالي لو انت مش عارف انت عايز تشتغل ايه، بتشوف نفسك في الحضانات شويه، في العنايه شويه، في العمليات شويه. دي ليها ميزه ان انت بتلف على كل حاجه، وفجاه بتقول والله انا حابب اشتغل عمليات بعد كده. وايا كان انت رحت فين، هي الفكره في عقل الانسان نفسه، ان هو عايز يطور من نفسه. ممكن واحد يروح مستشفى برايفت بس ما يعرفش يطور من نفسه فيها. ممكن واحد يروح مستشفى حكومي بس هو عنده الكونسبت بتاع انا عايز اتعلم وفي نفس الوقت ازود من معلوماتي. فايا كان المكان اللي تشتغل فيه، انت ممكن برضه تطور من نفسك عادي جدا. طب ايه الحاجه اللي ممكن تبقى مع النولج والبراكتس اهتم بيها؟ الانجليش عامل زي البطاقه بتاعتك كده، اللي بعد التخرج ايا كان الحاجه اللي انت هتمشي فيها هتحتاج انجليش. فانت بتمسك العصايه من النص، حتى لو انت مش عارف انت عايز ايه، في حاجات معينه كده تبقى في ايدك: النولج بتاعتك والبراكتس والانجليش، ايا كان الطريق اللي انت عايز تمشي فيه. طب هل في كورس معتمد بشهاده معتمده اقدر اخده دلوقتي عشان يفيدني في الCV؟ في سنه الامتياز اقدر اقول لك حاول الى حد ما انك تاجل الخطوه دي لاخر الامتياز. هي مش دايما صح، ولكن انا بس حابب ان انت تخلص الامتياز، لان كل فتره انت عقلك بيتغير، بتبقى عايز حاجه معينه، فجاه بعد الشغل والبراكتس وتشوف حاجات كتير بتحس ان انت عايز حاجه تانية. فما تحاولش تدخل في كورس دلوقتي بشهاده معتمده يعني قصدي، الا انك تخلص الى حد ما 3/4 الامتياز، تكون اتكونت في عقلك كده انت عايز تعمل ايه بالظبط، وتبدا تروح تاخد الكورس اللي انت عايز تاخده. لان برضه بيكون يوم صلاحيه في 2 في 3 سنين، في سنه، فعشان ما تضيعش عليك السنين دي يعني. اما بالنسبه للطلبه اللي لسه هم بنزلهم في اجازه دلوقتي، ففي فيديو ان شاء الله هنزله ازاي تستغل الاجازه صح، تشوف نفسك وتلعب وكل حاجه، ولكن يبقى في حتتين بس كده بتطور من نفسك فيهم. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.